الفراق ليس حدثاً بل تجربة وجودية كاملة. هو ليس مجرد شخص رحل، بل عالم كان يعيش داخلك وانهار فجأة. الفراق لا يأتي في صورة صرخة، بل في صورة صمت. صمت الرسائل، صمت الأماكن، صمت القلب عندما يدرك أنه ينادي ولا أحد يسمعه. نحن نظن أن الوجع في الغياب، ولكن الحقيقة أن الوجع في الاستمرار، أن الحياة تسير وأنت توقفت عند لحظة لم تكتمل. الرواقية لا تطلب منك أن تكون صلبا كالحجر، بل أن تكون واعيا كالإنسان. تقول الرواقية: اشعر ولكن لا تستسلم، ابكي ولكن لا تضع، لأن أخطر شيء في الفراق ليس الدمعة، بل الفكرة التي تقول لن أكون كاملا بعد الآن. يقول سينيكا: لا يجب أن نحزن لأن شيئا فقدناه، بل لأننا ظنناه ملكنا. نحن لا نحب فقط، نحن نمتلك في الخيال. نبني سيناريوهات ونرسم مستقبلا، ثم نغضب من الحياة لأنها لم تحترم خطتنا. خذ مثالا واقعيا: امرأة بعد فراق طويل تقول: أنا لا أبكي عليه، أنا أبكي على نفسي التي كنتها معه. هنا تظهر الحقيقة الرواقية. أحيانا نفقد أنفسنا قبل أن نفقد الآخرين. يقول ماركوس أوريليوس: إذا ارتبط سعادتك بشيء خارج عنك فأنت عبد لما لا تملك. الفراق لا يكشف ضعفنا، بل يكشف أوهامنا. يكشف أننا كنا نظن أن الحب يعني الأمان، وأن القرب يعني الضمان، وأن الارتباط يعني الدوام. الرواقي كان يرى الأمور بوضوح أكثر. كل شيء في الحياة معار، حتى القلوب، حتى الأحلام، حتى الأشخاص الذين نظنهم جزءا منا. الفراق هو لحظة اصطدام بين الواقع والتوقع. كلما كان التوقع أكبر كان الألم أعمق. وهنا تبدأ الرواقية في تغيير السؤال. بدلا أن تسأل لماذا حدث هذا، اسأل كيف أتغير بعد هذا، لأن الحياة لا تعاقبك، هي تشكلك. والفراق هو أقصى أدوات التشكيل. بعد الفراق لا يأتي الحزن وحده، بل تأتي معه مشاعر أخرى أشد تعقيدا: الغضب، الغيرة، والإحساس بالاستبدال. أن ترى من كنت تظنه جزءا منك يبتسم لغيرك، هذا وجع لا يأتي من الحب، بل من الكبرياء الجريحة. نحن لا نغار لأننا نحب، نحن نغار لأننا كنا نريد أن نبقى المركز. يقول سينيكا: أكثر ما يؤلم الإنسان ليس فقد الشيء، بل أن يراه في يد غيره. هنا تدخل الرواقية لتفكك الوجع. هل الألم جاء من الفراق أم من فكرة أنك لم تعد مميزا؟ لأن أكثر جرح بعد الفراق هو جرح الهوية، لا جرح الحب. نحن نتألم لأننا كنا نعرف أنفسنا من خلال شخص آخر، فلما رحل ضاعت المرآة. الرواقي يرى هذا خطرا كبيرا، لأنه يعني أنك لم تكن تعرف نفسك، بل كنت تراها في عين غيرك. ويقول إبكتيتوس: إذا جعلت قيمتك في رأي الناس فأنت تسلم سعادتك لما لا تتحكم فيه. مثال واقعي: شخص بعد الفراق يراقب السوشيال ميديا كل يوم، يعد الضحكات ويقارن نفسه بالآخر. الرواقي سيقول له: أنت لا تتألم من الحقيقة، بل من الصورة، والصورة لا تمثل شيئا سوى اللحظة المنتقاة. نحن نقارن داخلنا المتعب بخارج غيرنا المزيف. وهنا تظهر أخطر نقطة: تحول الألم إلى مرارة. الألم شعور إنساني، أما المرارة فاختيار. الرواقي يحزن، ولكنه لا يسمح للحزن أن يتحول إلى كره الحياة أو كره الناس أو كره نفسه. يقول ماركوس أوريليوس: لا تدع الألم يصنع منك شخصا لم تكن تحبه قبل الألم. الفراق إما أن ينضجك أو يقسيك، والفرق بينهما هو الوعي. الوعي أن تفهم أن الغضب ليس دليل قوة، بل دليل خوف، وأن الرغبة في الإيذاء هي رغبة في الشعور بالقيمة. الرواقي لا ينتقم، لأنه لا يجعل قيمته مرتبطة بسلوك غيره. هو يسأل نفسه سؤالا أعمق: ما الذي كشفه لي هذا الفراق عن نفسي؟
هنا تبدأ الرواقية في تحويل الجرح إلى معرفة. بعد أن يهدأ الغضب وتخفت الغيرة وتتعب المقارنة، يبقى سؤال واحد فقط: من أنا بعد كل هذا؟ هنا تبدأ أصعب مرحلة في الفراق، إعادة بناء الهوية، أن تتعلم أن تكون مع نفسك دون شاهد، دون متفرج، دون من يعرفك، لأن كثيرا منا كان يعرف نفسه من خلال دوره في العلاقة، مكانه في قلب شخص آخر، وقيمته في عين غيره. فلما زال هذا كله شعر أنه تدخر. الرواقي يرى أن هذه اللحظة هي أخطر لحظة وأعظم فرصة في نفس الوقت. يقول إبيكتيتوس: لا تبني نفسك على ما يزول، فإنك إن فعلت زالت نفسك معه. إعادة البناء لا تعني النسيان، ولا تعني أن تنكر ما كان، بل أن تضعه في مكانه الصحيح كجزء من تجربتك، لا كل تجربتك. الفراق يعلمك درسا قاسيا، أنك لا تستطيع أن تضع قلبك في يد أحد وتطلب من الحياة أن تضمن لك النتيجة. الحب الرواقي لا يعني أن تغلق قلبك، بل أن تفتحه وأنت مدرك أنه قد ينكسر. أن تحبه ولكن لا تتملك، أن تقتربه ولكن لا تذوب، أن تتشارك ولكن لا تضيع. يقول سينيكا: الحب الحقيقي لا يخاف من الفقد لأنه لا يملك. وهنا نصل لفرق دقيق جدا، الفرق بين النسيان والقبول. النسيان هروب، أما القبول فشجاعة، أن تقول: نعم ألمني، نعم تعلقت، نعم خسرت، ومع ذلك أنا لا أختصر في هذه الخسارة. الرواقي لا يغير الماضي، بل يغير موقعه من نفسه، فلا يسأل كيف أمحو الذكرى، بل يسأل كيف أحملها دون أن تحملني. وفي هذه اللحظة يبدأ التحول الحقيقي، تحول الألم إلى حكمة، والخسارة إلى نضج، والفراق إلى وعي أعمق بالنفس. يقول ماركوس أوريليوس: لا تسأل نفسك لما حدث لي هذا، بل اسألها كيف أصبح أفضل بعده. وهنا يكون قفل الحلقة. الفراق لا يعني أنك خسرت، بل يعني أنك عشت. لا تحزن لأن الشخص رحل، افرح لأنك كنت قادرا على الحب. لا تخف من الألم، خف من أن تغلق قلبك بعده. فالقلب الذي أحب وتألم وتعلم هو قلب أكثر نضجا، لا أكثر ضعفا. وفي النهاية الرواقية لا تعدك بحياة بلا فراق، بل بقلب قادر على أن يعيش مهما كان الثمن دون أن يفقد نفسه. الرواقية الحرية من الداخل.